بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. حبايب قلبي، ايه رأيكم في الطعمية البيت الجميلة الحلوة؟ ولا طبق البتنجان المخلل مع البصل؟ ولا طبق الفول ابو الزيت والليمون والكمون؟ ايه رأيكم في اكلتنا الجميلة النهاردة وحلاوتها؟ يا رب كده يكون كل حاجة بعملها لكم تعجبكم، وتكونوا كده مبسوطين مننا على قد الايد اكلنا. وكل وصفة سهلة وبسيطة، وبحاول ان انا بسطت لكم كل حاجة ان اي حد يعملها. ان شاء الله نشوفكم في الهنا وفي السعادة. وهنقول بقى يلا بينا، هنخش على مطبخ عبير وماما على اليوتيوب، ومطبخ عبير على الفيس علشان نشوف احلى اكل واجمل اكل عملناها ازاي. علشان تعرفوا بقى احنا عملناها ازاي. احكي لكم الحكايه من الاول. يلا بينا. مع البرنس يلا بينا. حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ وحشنا كتير والله. إيه الاخبار؟ يا رب تكونوا دايما بخير وهنا وسعاده دايما. بصوا بقى، صلوا على النبي كده يا جماعه. احنا هنعمل ايه النهارده؟ انا جبت ده كيلو فول، ماشي. جبته نقعته من بالليل للصبح، او من الصبح 4 ساعات 5 ساعات. وغير عليه الميه الاول، حطيته في ميه سخنه وشطفته بقى كويس لما الميه بردت، وحطيت ميه تانية. بصوا الفوليه بقت حلوه وكبيره وجميله ازاي، بصوا جميل ازاي. انا هنعمل الفول هندمسه في البيت. ازاي تدمسي الفول؟ ده كيلو فول، دي سلطانية عدس هحطها عليه كده بس، ماشي. وهاجي هنا سلطانية رز هحطها برضو عليه. حلو الكلام. فيها حاجة صعبة دي؟ سهلة جدا وبسيطة، ما فيهاش اي حاجة متعبة. دول بقى هحطهم في الحلة البريستو وهوريهم لكم دلوقتي، واوريكم ايه كل حاجة حلوة فيها، ماشي. ما عندكيش حله بريستو، بتحطي في الحله العاديه ويغلي غلوه، بعد كده وطي النار عليه وتزودي، هيعوز ميه تزودي حبه حبه، يكون ميه سخنه، ما تزوديش ميه ساقعه، ميه سخنه، ماشي. رحت هنا بقى كده، جبت اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله نص كيلو اللي هو الفول ده بتاع الطعميه، اللي هو بتاع الطعميه وبتاع البصاره، وحطيت عليه حزمتين اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله عليه الصلاه والسلام، حزمتين كرات وبصلايه وحزمه كزبره بس، ما بنحطش اي حاجه تاني مع الفول. نضربهم كويس قوي في الخلاط ونعبيهم ونشيلهم، ماشي. مع معلقه توم كبيره، يبقى حطينا على نص كيلو بصلايه كبيره، حزمتين كرات، حزمه كزبره، ومعلقه توم كبيره. ما بنحطش ولا اي بهارات ولا اي شيء ولا كربونات ولا اي حاجه الا ساعه الاكل. بتطلعي الكيس او العلبه اللي انت حاطه فيها، وتروحي تفك شويه من الفريزر وتبتدي ان انت تحمري وتعملي عادي. وهنحمر مع بعض، وهوريكم الفول هنعمله مع بعض، ماشي. وهوريكم الجمال كله. خلاص تعالوا بقى معايا كده نشوف. بصي قلب الحله البريستو اهي، مليتها ميه، مش ميه مش كتير يعني، اهي زي ما انتم شايفين كده اهو. هنعدي كله بالمنظر ده بس اهو، شايفين. واقفل بقى عليها النار اهو، اقلبها تقليبه واحده واقفل عليها بقى. اتفرجوا بيطلع كريمه وبيطلع جميل جدا 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 وحلو قوي قوي قوي. خلاص تعالوا بقى نشوف الحاجه وهي ايه بتضرب الطعميه، ونشوف كل حاجه حلوه. يلا مع بعض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا انا عملت المقدمه، بس انا جايه لك بقى يا امي، ومسي على حبايبك وقولي لهم بتعملي ايه يا حبيبتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ وحشني كتير والله قوي قوي قوي. يا رب كلكم تكونوا بخير وسعادة وانا. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى عليه آل سيدنا الصلاه محمد والسلام، اللهم صل وعلى وسلم سيدنا عليك يا ابراهيم رسول الله. وعلى آل سيدنا ابراهيم. عليه الصلاه واللي صلى على والسلام، الحبيب يا حبايبي قلبه يطيب. اللهم صل وسلم عليك دلوقتي يا بعمل رسول الله. معاكم بقى الطعمية البيت اهي، عشان طعمية بره مبقتش تتاكل. مم. تجيبي في البيت وتعملي وكفاية الريحة بتاعتها بس. مم. حزمتين كرات ونص كيلو فول وحزمة كزبرة وبصلاية صغيرة ومعلقتين توم من عندك ولا معلقة. ادي الطعمية اتعملت. شيليها بقى في علب في الفريزر، وتيجي تطلعيها تفك شوية وتروحي عاملاها. ما تشيلهاش في اكياس، وفي العلب احسن. العلب اللي هي الصغيرة بتاعت الرز بلبن دي. بصوا يا حبايبي سهلة خالص. عليه الصلاه والسلام، يعني نحطها في العلب مش في الاكياس. اه العلب احسن. مم. الاكياس بتريح فيها وبتخلي الناس تنزل تسرد مية، لكن في العلب لا. ماشي. بسم الله بسم الله. اظبط لها الكبه يا جماعه وتضربها وتوريها لكم. اهو بصوا يا جماعه، شغلتها لها، بصوا الجمال وبصوا الطعميه ولونها، ولا الريحه بتاعتها حلوه قوي قوي قوي. قطعة جميلة. نص كيلو هيوريكم هتعمل قد ايه طعميه دلوقتي. بس
اصل بره مش بيحطوا عليها الحاجات دي، لكن انت هنا بتغسلي الخضره وتنقيها. بره بيحطوا بواقي العيش بتاعت الناس اللي بتاكل عندهم، احنا ما بنحطش عليها عيش ولا حاجه. هي الفول والخضره والبصل الكرات وحزم كزبره خضراء وخلاص. بصوا الجمال، لو بتحبوا تشموا الريحه تعالوا اوريكم. شموا كده راحه عندكم بصوا ريحه. اللون، بصوا اللون، بصوا لون الطعميه لما اتضربت نعمل حبه ولسه. حبه بقى كده بصوا اهي، شايفين؟ عشان تنعم معاك وتبقى حلوه. بصوا بقى الحاجه ايه بقى كده، تضربها لكم تكمل ضرب فيها وتوريها لكم بعد ما تخلصها. والله يا جماعه الريحه في منتهى الجمال. تكمل ونرجع مع بعض. بقلبي ايه رايكم بقى يا قلبي؟ بصوا الحاجه ضربتها وبصوا اللون، بصوا الجمال. لا، الا الريحه بقى مش اللون بس. ريحتها حلوه جدا. بصوا تعبيها العلب كده بقى. في العلب دي العلب باين. عشان الكيس بيخليها تسرد الميه. بصوا اهي. كده تطلعيها تفك 5 دقايق وتحطي عليها شعرة ملح وشعرة كربونات وحبة كزبرة ناشفة وندعي كمون صغيرة وتوابلك بقى بس ما تكتريش. حاجات بسيطة. واللي عايزة تحطي عليها بيض حطي، عايزة تعمليها كده تعملي عجاية يعني حلوة. بص نص كيلو رملنا قد ايه، وريحتها جميلة ونضيفة وجميلة. صلوا على النبي يا جماعة كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. على الصلاة صلوا على سيدنا محمد يا حبايبي. ما تملاش قوي يا ماما. لا حلوة كده عشان لما تقفلي ما تعملش. لا مش هتعمل زي الفل. بصوا العلب دي تحطوا فيها الطعمية جميلة. ويا جماعة بصوا احنا طبعا انتوا عارفين ان الخضرة بقت بجنيه، الخضرة بتاعت طبعا عارفين ان الخضرة حلوة قوي. ده بقية اللي انا جبناه النهاردة. هنعمل فيه ايه بقى؟ هنعمل ايه يوم فيه؟ هنحطه في اكياس. هنحطه بقى في اكياس وتحطيه. عايزة تعملي بومبار بتنفعك، عايزة تعملي محشي كرنب او محشي بتنجان اي حاجة، عايزة تعملي عجة خضرة تنفعك، لكن ما تتحطش على السلطة. لو حطت على السلطة بتسود السلطة وتبوظها. يعني عايزة تعملي عجة خضرة بالبيض دي تطلعي كيس وتعملي بيها. عايزة تعملي بومبار، عايزة تعملي محشي. والله يا بنتي دي كنار عملت المحشي بالنعناع. والله حط عليه شوية نعناع عشان ما كانش الخضرة. ما كانش الخضرة الحزمة ما كانش فيها. احنا ما بنلاقيها بقى رخيصة كده بنجيبها ونحطها في الفريزر. ما بنشتريش بقى طول ما هي غالية ما بنشتريهاش. الحاجة بقى تعبي وتكمل بقية التعبية وتخلص وتوريها لكم. ماشي يا حبايبي؟ تعالوا كله طعمية. طعمية سخنة جميلة. ان شاء الله هوريكم دلوقتي كام طعمية كده حلوين. حبايب قلب العسل المسكرين، بصوا الجمال بقى. احنا بنحب المية بتاعته تكون كتيرة شوية كده عشان ما ينشفش. بصوا بصوا حلو ازاي، بصوا الجمال، بصوا عامل ازاي. بصوا بقى انا حطيت شوية هنا في طبق. بصوا الفولة بفولتها، بصوا هو سخن طبعا. بصوا الزبدة، بصوا شايفينه جميل ازاي. حلو قوي. هوضبه واوريهولكم بالظبط. ما خدتش 10 دقايق، 10 دقايق كبيرها قوي، ربع ساعة، ربع ساعة ويطلع كده زبدة. بصوا الجمال، حلو قوي 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 قوي. يعني مش هيحتاج ان انت تضربيه في خلاط ولا كبة ولا اي حاجة، هتهرسيه بالشوكة زي الفل. بألف هنا وشفا اللي بيشوف والف هنا وشفا اللي بياكل. اوعى وشك، ايه رأيكم في الطعمية؟ بصوا الجمال وبصوا الحلاوة، والله تحفة وريحتها روعة، حلوة قوي قوي قوي. وهنا ده الطبق، بصوا حطيت شوية خضرة زي بره بالظبط اهي. بص قالت لهم بقى شوية طعمية كده بألف هنا وشفا عليهم، بألف هنا وشفا اللي بيشوف. بصوا الجمال، بصوا الحلاوة بتاعت الطعمية. ايه رأيكم؟ انا لسه غاسلة البوتاجاز لان اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، البتاع دوت الفول فرع عليه جامد، ودلوقتي اهو اتبهدل من الزيت برضه. اكمل بقى بقيه قلي الطعميه واحط شويه فول في الطبق ماشي، واحط بقى الليمون بقى والزيت واظبطه وشويه طحينه. نشوف احط طحينه ولا مش هحتاجها خلاص. وارجع اوريكم بقى ايه الاكله الحلوه الجميله اللي تفتح النفس مع البتنجان المخلل برضو والسلطه وكل حاجه حلوه. ماشي خليكم معايا نغرف ونشوف الجمال والحلاوه. حبايب قلبي ايه رايكم؟ ايه رايكم في الحلاوه والجمال؟ بصوا الطعميه وجمالها، بصوا الحلاوه، ولا طبق البتنجان ولا البصل ولا الفول. الفول بصوا والله ما حط عليه طحينه. بصوا الجمال،
شويه العدس على شويه الرز. بصوا خلوه عامل ازاي، ولا حطيت طحينه ولا حطيت حاجه، مجرد بس نص فص ليمون وشويه زيت وكمون وملح، مفيش اكتر من كده. ايه رايكم في الحلاوه وفي الجمال؟ حلوه. حلوه قوي قوي قوي. يا رب كده ان شاء الله كل الوصفات تعجبكم، كل حاجه حلوه بنعملها تعجبكم. بصوا بصوا الطعميه من جوه، بصوا مش مكتومه وحلوه وهشه ازاي. ايه رايكم؟ نغمسها مع الفول. حلوه قوي قوي قوي. يا رب كده، يا رب يكون كل وصفاتنا وكل حاجه بنعملها لكم تعجبكم، وكل جديد يا رب من عندنا يعجبكم ان شاء الله. كده نشوفكم بقى في فيديو جديد، ونشوفكم في كل جديد. وما تنسوش اللايكات لماما والعبير، ومطبخ عبير وماما على اليوتيوب، ومطبخ عبير على الفيس، بيقدم لكم كل حاجه حلوه وكل جديده، وكل حاجه بطريقه سهله وبسيطه في البيت. هتجيبي وتخزني وتعملي كله في البيت. الطعميه الواحده دي ب3 جنيه وب5 جنيه بره دلوقتي، الصغيره قوي دي ب2 جنيه عندنا بالنسبه لنا هنا، ماشي. وشويه الفول دول يعني ممكن يقولوا ب5 جنيه. انت وفرتي وعملتي كل حاجه في بيتك، وعندك في اي وقت عايزه تعملي اكل هتفطري، ما عندكيش اكل هتطلعي وتعملي وتاكلي هتشبعي. يلا نشوفكم في الخير وبالهنا، ونشوفكم في كل جديد، ونشوفكم على خير. اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.